ابو وجيه، حقك عليا يا رحيم، حقك عليا يا اخويا. شفت منشاوي؟ سامي ضاع. برقبتي يا اخويا، برقبتي يا رحيم. ما نبقاش اخوات ومن ظهر عمران منشاوي لو ابنك ضاع وانا موجود. اطمن خالص يا حبيبي، اطمن خالص يا رحيم. تعال تعال يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا منشاوي؟ خير ان شاء الله يا حاج. انا رحت الوزاره، كنت هناك تقريبا طول النهار. المهم وصيت على سامي. الحقيقه يا حاج، اصل مساله التوصيه دي مش سهله زي ما انت متصور، خصوصا لو كانت القضيه بتتبع امن الدوله. اتصرف يا منشاوي، شوف اي سكه. يا حاج، يا ابو وجيه، عشان بس نبقى متفقين من الاول كده، انت طبعا عارف ان انا واحد من رجال القضاء الكويسين في مصر، وعارف يعني ايه القضاء المصري ونزاهه القضاء المصري. مفيش لا سكه ولا صرفه الا بالقانون. شوف حد بالقانون، شوف اكبر محامي في مصر وياخد اللي ياخده من شاوي، من مليون ل10 مليون. شفت؟ ولقيته طبعا. ياخد اللي عاوزه يا منشاوي. بيتهيألي يا حاجه مساله الاتهاب دي مش هتبقى محل جدل خالص. هيترافع عن ولد ببلاش. لا مش ببلاش، هترفع بجزء من الدين اللي عليه. يعني ايه؟ انا ما فهمش مين المحامي ده. انا. وهتترافع عنه ازاي وانت رئيس محكمة؟ انا قدمت استقالتي. قدمت ايه؟ استقلت؟ دلوقتي لسه جاي من هناك. ما هو انا مش هقدر اترافع عن سامي الا بصفتي محامي، ولاني مدرك خطورة القضية، فمش هبقى مطمن ابدا لو اي محامي تاني يترافع فيها. كتير يا منشاوي، كتير كده. سيب كل اللي انت فيه واللي وصلت له. ده جزء من الدين اللي عليا ليك يا حاج. انت مش قلت لي قبل كده انا ومالي ليك؟